الفيلم بتاعنا بيبدأ مع كلب بيشتغل مع الشرطة، وبنعرف إن هما دربوا الكلب دوت علشان يحمي الناس من أي تهديد. وبنشوف إن في يوم عمدة المدينة كان بيقول خطابة قدام الشرطة، وبنشوف كمان كان في صحفيين كتير واقفين بيسمعوا الكلام دوت. وفجأة بنشوف إن الكلب بيبدأ ينبح بصوت عالي، وهنا الشرطة بتبدأ تقلق وبتحس إن في حاجة مش مظبوطة، وكانوا بيفكروا إن ممكن يكون في قنبلة جوه المبنى. فالشرطة على طول بتكلم فرقة المتفجرات، ولما الفرقة بتوصل بيدخلوا وبيبدأوا إن هما يفتحوا الصندوق اللي كان الكلب بينبح عليه. وكان الكل مستني ومتوتر يشوفوا القنبلة، ولكن أول ما بيفتحوا الصندوق ما بيلاقوش قنبلة، ولكنهم بيلاقوا قطعة لحمة جوه الصندوق، ودوت السبب اللي خلى الكلب ينبح عليها. وهنا بيعرفوا إن الكلب دوت خلاص راحت عليه، فبيبدأوا إن هما يسخروا منه ويضحكوا عليه. وبنشوف إن الكلب في الوقت دوت بيتأثر، وكان فاهم إن الناس دولت بيسخروا منه، فبنشوفه بيكتئب وبيقرر إن هو يمشي. وبعدها بنشوفه بيطلع بره في الشارع، وبيقرر إن هو ما يكملش مع الشرطة، وبيفضل ماشي في الشارع علشان يدور على حاجة ياكلها. ولكن بعد شوية الأمور بتسوء أكتر عليه، ودوت لما بنشوف إن في راجل بياخده وبيسجنه. ودلوقتي بنشوف الكلب محبوس جوه قفص مع كلاب تانية، وكان بيحاول يفهم إيه اللي بيحصل له، وبيحاول يتواصل مع الكلاب التانية. وفجأة بنشوف كلب بيبتدي إن هو يحذرهم، وبيقول لهم إن في بيطريين جايين بعد شوية، ودوت معناه إن البيطريين دول هيحقنوهم بحاجة. فعلشان كده الكلب دوت بيقول لهم يحاولوا يهربوا بسرعة. وفي نفس الوقت في مكان تاني جوه المدينة بنشوف دكتور اسمه بار سينستر، وبنشوفه وصل لمبنى أبحاث سري. ولما بيحاول إن هو يدخل رجالة الأمن بتوقفه، وقالوا له إن المعمل دوت اتقفل خلاص، ولكن بار سينستر بيطلع كارت وبيديهوله. وهنا العامل بيراجع الكارت وبيتأكد إن هو مسموح له يدخل، وبعدها راجل الأمن بيسمح له وبيعديه من غير مشاكل. وبار سينستر بيدخل الأسانسير وبيطلع للدور اللي فوق، ولما باب الأسانسير بيتفتح بيدخل مكان مخفي للكلاب، والمكان دوت كان موجود في عمق المعمل السري. وجوه الأوضة ديت بنشوف حيوانات كتيرة محبوسة بأقفاص، ومن بينهم كان في كلب شكله غريب جدا، وكان عنده فرو شبه الفرو بتاع الفهد. وبنعرف إن المكان دوت كان بار سينستر بيعمل فيه تجارب على الحيوانات، وطبعا التجارب ديت كانت غير قانونية، وعلشان كده المعمل دوت كان سري. وبعدها بيأمر المساعد بتاعه كاد إن هو ينفذ مهمة جديدة، وقال له يمسك كلب جديد للتجربة اللي جاية. ولسوء الحظ اختاروا الكلب بتاعنا، والدكتور جهز حقنة كبيرة وكان فيها سائل كيميائي، وبدأ إن هو يقرب من الكلب علشان يحقنه. ولكن فجأة بنشوف إن الكلب بيعطس في وشه، وبنشوف إن الدكتور بيقرف من العطسة ديت، فبيبدأ إن هو يرتبك. والكلب بعدها بينط فوق لوحات التحكم، وبنشوف إن رجوله بدأت تخبط بشكل عشوائي في الأزرار، ودوت اللي بيخلي المعدات في المعمل تبدأ إنها تشتغل بشكل عشوائي. وكات بيجري وراه بسرعة علشان يمسكه، وبنشوفه الكلب بيحاول يهرب بيقع بعدها على الأرض، وفجأة بقى محاصر من كل ناحية، وكان واضح إن هو ما عندوش أي طريقة يهرب بيها. ولكن في آخر لحظة الكلب بينط فوق رف عالي، ولما بينزل بيوقع برطمانات وأنابيب وحاجات كتيرة، وكانت كلها مليانة بمواد كيميائية مختلفة. وبنشوف إن السوائل اتكبت على بعض وابتدوا إن هما يختلطوا، وفجأة بيحصل انفجار ضخم بيهز المعمل كله. وفي نفس اللحظة اللي حصل فيها الانفجار بنشوف إن في طاقة بتدخل جسم الكلب، وأول ما الطاقة ديت دخلت فجأة بنشوف الكلب بيجري بسرعة جدا، وبيجري ناحية الباب بكل سرعته، ولما بيخبط فيه بيكسره، ودوت اللي بيعمل اهتزاز في المبنى. والاهتزاز دوت بيوقع جزء من سقف المعمل على الدكتور بار. وفي نفس الوقت الكلب بيهرب ناحية المدينة، وبعدها بنشوف الكلب بيتمشى في الشارع عشان يدور على أكل، وكان عمال يفتش في صناديق الزبالة يمكن يلاقي حاجة ياكلها. ولكن الأمور ما مشيتش كويس معاه، لأن كلاب الشوارع شافوه وبدأوا يهددوه، وبعدها الكلاب ابتدت إن هم يجروا وراه في الشارع. ولما الكلب بيحاول يهرب منهم برضه بنشوف إن في عربية كانت ماشية في الشارع وفجأة بتخبط في الكلب، واللي سايق العربية بينزل منها بسرعة علشان يشوف الكلب. وبنعرف إن هو اسمه دان، وكان شغال حارس أمن في نفس المعمل. بس دان بيتفاجئ إن الكلب سليم ومفهوش أي حاجة، وكان مستغرب جدا لأن الخبطة كانت جامدة لدرجة إنها أثرت في العربية. ودان لما بيلاحظ إن الكلب ما عندوش طوق ولا صاحب بيقرر إن هو ياخده معاه البيت، ودوت علشان ما يتبهدلش زيادة في الشارع. وبعدها في البيت بنتعرف على جاك ابن دان، وجاك دوت مراهق وبيكره إن هو يروح المدرسة جدا، لدرجة إن هو كان بيكتب تقرير دكتور مزيف، ودوت علشان ياخد أجازة مرضية. وبعدها بنشوف
بنشوف إن دان بينادي على ابنه جاك علشان يشوف الكلب اللي لسه جايبه، وجاك بيبص للكلب وعلى طول بيتصاحبوا. وبما إن الكلب جاي من الشارع وكان متوسخ فبيقرروا إن هما يدوله اسم كوميدي شوية وبيسموه سو شاين. بس جاك فجأة بيغير رأيه وبيقول لأبوه إن هو مش موافق على الكلب ودوت لأنه هما عندهم حيوانات كتير في البيت، والكلب دوت مش هيعمل حاجة غير إن هو يزود الفوضى وبس. وبنشوف بالليل شو شاين كان نايم وبدأ يحلم وافتكر كل اللي حصل جوه المعمل، وفي الحلم سمع العالم وهو بيشرح التجربة وفيها الدكتور بار كان حاطط حمض نووي مميز في الحقنة، وقال إن الكلب هياخد سرعة الفهد وهيقدر يطير زي النسر، وكمان هيبقى عنده قوة الفيل. وفي نفس الوقت تاني يوم في المدرسة جاك بيتنادى عليه في مكتب المدير، والمدرسين بيكتشفوا حاجة محرجة بالنسبة له، وهي إن كل التقارير كانت مزيفة. وواحد من التقارير كان بيقول إن هو عنده جدر القرود، وطبعا ما كانش في حد مصدق الكلام دوت. وساعتها جاك بقى في ورطة كبيرة. وفي البيت شو شاين بدأ يستكشف المطبخ، وهو بيدور على أكل لقى علبة أكل لكلاب، وكانت موجودة في واحد من دواليب المطبخ. ولما حاول يفتحها بأسنانه ما كانش متخيل إن هو بقى قوي جدا، فبنشوفه أول ما بيعض العلبة بتنفجر والأكل كله بيطير على الحيطة. وبعد شوية بنشوف ساعي البريد بيخبط على البيت، وبنشوف شو شاين بيبدأ إن هو ينبح عليه، ولكن ساعي البريد قرر يرخم عليه وبدأ ينبح عليه هو كمان، فبيقدر إن هو يستفز شو شاين اللي بيبدأ إن هو ينبح بصوت أعلى بكتير. بس صوته كان عالي جدا لدرجة إن هو بيكسر الشباك. ومش بس كده، ده كمان بيكسر النضارة اللي كان ساعي البريد لابسها. وبعدها بشوية شو شاين بيشم كرة تنس كانت مستخبية تحت الكنبة، فبيدخل تحت الكنبة علشان يطلعها، ولكنه نسي قد ايه هو بقى قوي، فأول ما بيزق الكنبة بيطيرها الناحية التانية من الأوضة، وبيبدأ إن هو يكسر حاجات كتير في الأوضة. فبعد شوية بنشوف جاك بيرجع من المدرسة، وأول ما بيدخل البيت بيقف مكانه وبيشوف إن البيت كله متدمر، وكان العفش متكسر والأكل مترمي في كل مكان. فهنا جاك بيبدأ إن هو يقلق من ردة فعل أبوه، فبيبتدي إن هو يزعق بصوت عالي وبيقول إيه اللي حصل هنا. وفجأة بيسمع حد بيرد عليه وقال له إن اللي حصل دوت بالغلط. فجاك بيستغرب وبيسأل نفس السؤال تاني، وساعتها اكتشف حاجة صدمته، إن الصوت اللي كان طالع دوت من سو شاين. وأيوة عزيزي المشاهد، الكلب بيتكلم فعلا، وكمان بيتكلم بلغة البشر، وجاك كان فاهم كل كلمة بيقولها. وفي اللحظة ديت جاك بيتخض وبيخاف وبيجري من البيت وهو مرعوب، وسو شاين بيجري وراه وبيحاول يشرح له، ولكن جاك افتكر إن المشكلة فيه هو مش في الكلب نفسه، وكان فاكر إن هو اكتسب قدرة غريبة إن هو يقدر يفهم كلام الحيوانات. وبنشوفه فضل يجري لحد ما وصل ميدان المدينة، وهناك قابل بنت اسمها مولي. ومولي لاحظت إن هو بيكلم نفسه بصوت عالي، وكان باين عليه قوي إن هو متوتر. وبنشوف إن مولي ديت كان معاها كلبة صغيرة، والكلبة ديت اسمها بولي. وأول ما بولي شافت صاحبتها جريت عليها بسرعة. وفي نفس الوقت سو شاين شاف بولي وانبهر بيها، وكان شايف إنها أجمل كلبة شافها في حياته. والكلبين فضلوا يلعبوا مع بعض شوية، ولكن بعدها سو شاين اتكسف وقال لجاك إن هو ما عندوش أي فرصة مع كلبة جميلة كده، ودوت لأنه شايف إنها تستحق كلب أحسن منه، يعني من الآخر كلب شكله أروش. وفي الآخر الكلبين قرروا إن هما يفضلوا مجرد صحاب. وبعد شوية مولي بتودع جاك وبتمشي، وخدت بولي معاها وخرجوا بره الجنينة. وساعتها جاك فضل لوحده مع سو شاين، وهنا جاك حب إن هو يختبر قدرات سو شاين، فبنشوفه بيرميله طبق طاير وقال له يروح يجيبه. بس ما كانش يعرف إن سو شاين سريع جدا، فبيجري بكل سرعته، وكان حاسس إن هو من كتر سرعته بيطير في الهواء، وقدر إن هو يمسك الطبق في أقل من ثانية. وجاك بينبهر بيه جدا، وبعدها بيمسك عصاية وبيرميها في العشب، وفي خلال ثواني وسو شاين بيحاول يجيبها بنشوف إنه هو حفر حفرة كبيرة جدا في الأرض. فهنا جاك ما كانش مصدق اللي شافه، وهنا بيعرف إن الكلب دوت عنده قدرات خارقة. وبعدها بيسأل الكلب لو هو بيشم كويس، فسو شاين قال له إن مناخيره حساسة جدا، وأوقات بيتوتر لما بيشم روايح كتيرة مع بعض. وفجأة بيعطس عطسة قوية لدرجة إنها رمت جسمه لورا ووقع على الشجر. وبعدها سو شاين بيبدأ إن هو يستعرض سمعه الخارق، وقال لجاك إن هو بيسمع تقريبا كل حاجة حواليهم، وبيبتدي يقول له كل الناس في الجنينة بتقول إيه. ولكنه فجأة بيسمع صوت الكلبة بولي وهي بتطلب المساعدة. وهنا سو شاين بيعرف إن في 2 رجالة بيحاولوا إن هم يسرقوا شنطة مولي، فمن غير ما يفكر بنشوفه بيجري على طول علشان ينقذها. ولما سو شاين بيبدأ إن هو يجري في الشوارع
طالع بكل سرعته بنشوف إنه هو ابتدى يطير ما بين العربيات، وكان طاير بسرعة جدا ويدوب قادر إن هو يتفادى إن هو يخبط فيهم، ولكنه ما قدرش يتفادى أكتر من كده فبيخبط في شاحنة، ودوت اللي طيره ناحية الرصيف. وهو بيتزحلق في الشارع بنشوف إنه هو عدى فوق رصة جرايد، وبنشوفه كمان وقع باروكة راجل، وبعدها ما بقاش شايف أي حاجة فبنشوف إنه هو بيخبط وبيدخل في مكتب، وفي المكتب بيخطف سندوتش بالغلط وهو معدي على الماشي، ولكن رغم كده سوشاين بيكمل طريقه ناحية الحرامية، بس أول ما بيوصل بيخبط في صندوق زبالة، وغطا الصندوق دوت بيطير في الهواء وبينزل على دماغ واحد من الحرامية، وقوة الخبطة طيرت سوشاين لحد ما وقع على مرتبة كانت مرمية في الشارع، والمرتبة خلته يرتد لفوق تاني ورمته على سلم حريق جنب المبنى، ولكن سلم الحريق ما استحملش واتفك ووقع لتحت، وبنشوفه بيقع على الحرامي التاني، والحرامي بيحاول يطلع من تحته ولكن وهو بيحرك السلم بيخبط صاحبه الأول بالغلط، وفي الآخر الاتنين بيقعوا في الأرض وبيتهزموا، وبكده الكلب بينتصر. وبعد كده بنشوف إن في كاميرا المولي كانت مسروقة طايرة في الهواء، ولكن سوشاين نط ومسكها قبل ما تتكسر، وعلى طول بيبتدي إن هو يرجعها المولي. وفي وسط كل اللي حصل دوت سوشاين ضغط على زرار الكاميرا بالغلط، وبكده الكاميرا صورت له صورة، وبعدها مولي ورت الصورة للشرطة وشرحت لهم اللي حصل، وقالت لهم إن في كلب هو اللي أنقذها، ولكن الضباط ما كانوش فاهمين ولا مصدقين هي بتقول إيه، فلما بنشوفهم بيرسموا الوصف اللي هي بتقوله بيرسموا وش إنسان بملامح كلب، وكانوا مصدقين إن في راجل شكله كده على إن كلب هو اللي عمل الحكايات دي كلها. وبعدها بنشوف سوشاين بيقول حاجة مهمة لجاك، وهو إنه مش عايز يبقى بطل خارق، هو بس عايز يعيش حياته ككلب عادي، وعلشان كده بيطلب من جاك إنه هو ما يقولش لأبوه أي حاجة. وبنشوف إن جاك بيوافق على طلبه، وبما إن البيت لسه متبهدل الاتنين بيبتدوا إن هما ينضفوه بسرعة، ودوت قبل ما دان يرجع، ولكن في نفس اللحظة حد بيخبط على باب البيت، وكان كاد مساعد دكتور بار المجنون، وبيقول لجاك إن هو بيدور على كلب ضايع، وبيبتدي إن هو يوريله صورة الكلب، ولكن جاك عمل نفسه من بنها. وبعد ما كاد بيمشي سوشاين قال له حاجة مضحكة، وقال له إنه أصلا معرفش الراجل لأن كل البشر بالنسبة له شبه بعض، وهو بس بيعرف يفرقهم من الريحة. وفي اللحظة ديت دان بيرجع البيت، ولسوء حظهم ما كانش البيت كله اتنضف، فبنشوف إن جاك بيحاول يشغل أبوه بالكلام، وفي نفس الوقت سوشاين بيفضل يجري في البيت بسرعته وهو بيحاول ينضف كل حاجة قبل ما دان يلاحظ. دان بيخرج للجنينة وبيلاحظ إن الشباك مكسور، فبيقرر إن هو يدخل البيت يشوف إيه اللي حصل، وأول ما بيدخل للصالة بيكتشف إن الكركبة كانت مستخبية تحت السجادة، ولما بيشوف المنظر دوت بيتضايق جدا، وبيقول إن هو هيعرض الكلب دوت للتبني علشان بيكسر في الشقة، ولكن جاك بيفضل يترجى إن هو ما يعملش كده، ودوت بيخليه يستغرب لأن جاك كان عاوز يمشي الكلب. وفي نفس الوقت تحت المدينة الدكتور بار سينستر كان ماشي في المجاري، وبنشوف إن في ندبة كبيرة على جبهته، ودوت بسبب الحادثة اللي حصلت في المعمل، وكان ناوي إن هو يبني معمل سري جديد هناك، ولكن التجارب والبنى دوت مكلف جدا، فكان لازم يشوف حد يموله بالفلوس. وبعدها جاك وسوشاين كانوا ماشيين في المدينة وعدوا جنب عربية هوت دوج، وسوشاين فضل يبص على الأكل، ولما لقى كلمة دوج مكتوبة فجأة قال إن الهوت دوج دوت بيتعمل من كلاب زيه، وأول ما الناس سمعوا حد بيقول كده فجأة بيتفوا الأكل من بقهم، وجاك بيكون محرج جدا لأن الناس بتفتكر إن هو اللي قال كده. وبعدها بنشوف جاك بياخد سوشاين مع المدرسة، وهناك بيقابلوا قطة واللي بتبدأ تسخر من سوشاين، وهنا جاك بيطلب من سوشاين إن هو يهدى، ولكن سوشاين ما قدرش يمسك نفسه وعلى طول بيجري ورا القطة، وفي الآخر بنشوف إن القطة قدرت تطلع فوق الشجرة، وجاك بيعرف إن الكلب دوت كده محتاج لي تدريب، فبيقرر إن هو يعلمه الأوامر الأساسية الأول، فبنشوفه بيعلمه إن هو يقعد وينام على الأرض ويتشقلب. وبعد شوية سوشاين أخد طوق تعريف، ودوت علشان لو ضاع تاني يعرف يرجع البيت بسهولة، وسوشاين كان فرحان جدا بالطوق دوت، ولكن في نفس الوقت المشاكل كانت بتكبر أكتر، ودوت في معمل المدينة الجديد، ودوت لأن الدكتور بار سينستر بنشوفه بيقدر إن هو يدخل من خلال المجاري. وفي نفس اللحظة دان لاحظ حركة غريبة حوالين المبنى، وبما إنه حارس أمن هناك قرر إن هو يروح يحقق بنفسه، فبنشوفه بيدخل أوضة ضلمة كانت مليانة أجهزة، ولكن الغريب إن المكان كله كان فاضي، وده ما كانش يعرف إن بار سينستر كان مستخبي قريب منه. بس المرة ديت بار سينستر ما كانش بيدور على التجربة
بس، لا ده كان عنده خطة أكبر، بإن هو كان عاوز يعمل جيش كامل من الكلاب الخارقة اللي زي سو شاين. وبالليل بنشوف إن ظهر تقارير في الأخبار، والتقارير بتقول إن في عملية سرقة بتحصل في المدينة. وأول ما سو شاين بيسمع الخبر بيقرر إن هو يوقف المجرمين بنفسه، ولما حاول إن هو يخرج من البيت بيزق الباب بقوة كبيرة، فبنشوف إن هو بيكسر الباب بالغلط. وبعدين سو شاين بيطلع يجري في الهواء، ولكنه كان لسه مش متحكم في القوة ديت، فبنشوفه بيعدي وسط حبل غسيل وبيتعلق بالغلط في بدلة سمكة. وفي نفس الوقت المجرمين كانوا جوه محل مجوهرات، وبنشوفهم وهم محتجزين ناس أبرياء كرهائن، وكانوا بيحاولوا إن هم يفتحوا خزنة المجوهرات. وبنشوف واحد من الحرامية بيكلم الدكتور بار سينستر وقال له إن كل حاجة ماشية حسب الخطة. وبره المبنى الشرطة بتلاحظ حاجة بتطير في السماء، وبعدها بثواني سو شاين بيخبط في يافطة كبيرة وبيتحدف لجوه محل المجوهرات. وبنشوف واحد من الحرامية بيحاول يهاجمه، ولكن المواجهة ديت ما فضلتش غير ثانية واحدة، لأن سو شاين بيضربه وبيطيره لآخر المحل. وبنشوف بار سينستر كان بيتابع اللي بيحصل من خلال الكاميرات، وفجأة بيعرف الحقيقة إن الكلب اللي بيحارب المجرمين هو نفسه الكلب بتاع تجربته، وعلى طول بيأمر رجالته إن هم يمسكوه. وبنشوف واحد من المجرمين بيجري ناحية سو شاين، بس سو شاين وقعه بضربة واحدة. وتاني يوم الخبر انتشر في كل مكان، وكل قنوات التلفزيون كانت بتتكلم عن الكلب، ودوت لأنه قدر يوقف عملية السرقة. وبنشوف الناس في المدينة ما كانتش مصدقة. وبعدها سو شاين قال لجاك إن هو فعلا بقى بيحب يساعد الناس، والكلام دوت خلى جاك يفكر ويقرر يحول سو شاين لبطل خارق. فبنشوفهم بيبتدوا يجربوا عليه أزياء مختلفة، وفي الأول جربوا لبس شيرلوك هولمز بس ما عجبهمش، فبعدين جربوا لبس نحلة ما عجبهمش برضه، فجربوا لبس دراكولا، ولكن ولا واحد منهم كان مناسب. وفي الآخر بيستخدموا سويت شيرت أحمر وبيصمموا بدلة خارقة بسيطة، وكان التصميم دوت مستوحى من كلب كرتوني مشهور اسمه أندر دوج. وقعدوا إن هم يقصوا القماش ويعملوا البدلة بإيديهم، وكمان بيخترعوا إشارة خاصة للتنبيه، وفيها كل ما سو شاين هيسمع مشكلة لازم ينبح 3 مرات. وسو شاين بيلبس البدلة، وهنا بيبقى بطل المدينة باسم أندر دوج. وبنشوفه في واحدة من أول مهماته بيمسك راجل كان طالع على مبنى، وعلى طول بيرميه جوه عربية الشرطة. وبعدها الأخبار بدأت تعرض فيديوهات لأندر دوج وهو بيوقف الحرامية، وكمان وهو بينقذ الأطفال قبل ما عربية تخبطهم. وهنا بنشوف إن أهل المدينة كلهم بينبهروا بيه. وهنا بنشوف مولي وهي كانت حاسة إنها شافت الكلب دوت قبل كده. وفي نفس الوقت الدكتور بار سينستر بيكمل تجاربه على كلاب تانية، ولكن ولا تجربة نجحت، وكل المحاولات بتاعته كانت بتفشل. فعلشان كده بيفكر في خطة جديدة، وبدل ما يعيد التجربة قرر إن هو يسرق عينة حمض نووي من الكلب الأصلي. وعلشان يعمل كده بنشوف إن كات بيجهز فخ، وبنشوفه بيلبس لبس ست، وعمل نفسه إن هو في خطر وكان هيقع من فوق مبنى. والخطة كانت بسيطة، إن هو يخدع أندر دوج ويخليه ينقذه، وبعدها يقدر إن هو يمسكه. وفعلا الخطة بتنجح، لأننا بنشوف إن أندر دوج وصل وحاول إن هو ينقذه، ولكن بنشوف إن كات بدأ يفقد توازنه وبيقع من المبنى. بس بنشوف أندر دوج بيقدر إن هو ينقذه قبل ما يوصل للأرض. وفي ظل ما كان كات بيمثل إن هو بيشكره بنشوفه بيحط طوق حوالين رقبته. بس بعدها بنشوف إن أندر دوج بيبدأ يجري بسرعة جدا، وبنشوفه بيسحب كات وراه لحد ما كات خبط في يافطة في الشارع، وفي الآخر الطوق اتقطع وكات قدر يهرب، ولكنه كان معاه طوق سو شاين. وبكده الكلب ما بقاش معاه بطاقة التعريف بتاعته. وهنا بنشوف إن جاك متضايق جدا من اللي حصل، وعلشان يخفوا هويته قرروا إن هم يضيفوا حاجة جديدة للبدلة، وهي القمع اللي الكلاب بتلبسه لما بتروح للدكتور البيطري. وأندر دوج كان واقف بره. بنشوف شوية كلاب شارع بيجوا وبيسخروا منه، ولكننا فجأة بنشوف بولي اللي جت وقعدت تدافع عنه، وقالت له إن هو لازم يبقى شجاع زي البطل أندر دوج. وبعد شوية بنشوف بولي بدأت تطلب المساعدة، وأندر دوج سمع صوتها وفضل يجري في الشوارع، وكان بيكسر أي حاجة في طريقه علشان يوصل لها. ولكن أول ما وصل بولي قالت له الحقيقة إنها ما كانتش في خطر، هي بس كان خلص منها الأكل. وأندر دوج بياخد نفسه، ورغم اللي بولي عملته فيه ولكنه بيفضل مبتسم. وبعدين بيمسك بولي وبيطيروا مع بعض في سماء المدينة. وبعدها بنشوف دان اللي رجع البيت وقعد يتكلم مع جاك، ووراله خريطة لشبكة المجاري الموجودة تحت المدينة، وقال له إن الدكتور بار سينستر عارف الأنفاق ديت كويس، وعلشان كده الشرطة عمرها ما قدرت تمسكه أو
تلاقيه، ولكن دان بيتصدم لما فجأة بيلاقي بار سينستر ومساعده واقفين قدامه. وفي نفس الوقت بنشوف بولي وسوشاين بيتقابلوا مرة تانية، وقالت له انها عايزة تحكي له على اللي حصل معاها امبارح، وهي انها خرجت في موعد مع اندر دوج، وبتقول له انها شايفاه كلب قوي وجذاب. وفي نفس الوقت كان دان متاخد رهينة جوه معمل بار سينستر، ودوت علشان يجبره يتعاون معاه ويخليه يكلم الكلب ويطلب مساعدة. وفي المكالمة بنشوف ان في 3 كلاب جيرمان شيبرد ضخمة واقفة جنبه، واول ما سوشاين سمع صوت دان اتعصب وقال لجاك ان هو لازم يروح بسرعة لان ابوه في خطر. ومن غير ما يضيع وقت مسك جاك من قميصه وطار بيه على طول على معمل الدكتور بار سينستر. واول ما وصلوا بدأ اندر دوج يتكلم قدام دان، ودوت اللي خلى دان يتصدم لانه ما كانش يعرف. وبعدها سوشاين بيعرض صفقة على الدكتور بار سينستر وقال له ان هو هيسلمه حمضه النووي لو ساب جاك ودان يمشوا. فبار سينستر بيوافق على الصفقة، وبنشوفه بيجبر سوشاين ان هو يبلع حباية غريبة، وفجأة بنشوف ان في طاقة بتجري في جسمه. وهنا سوشاين بيكتشف ان كل قوته الخارقة اختفت. وبعدها العالم بياخد الحمض النووي بتاعه وبيحوله لكبسولات صغيرة جاهزة للاستخدام في التجارب، وبعدها بيدي الكبسولات ديت لل3 كلاب اللي عنده. وفي لحظة بنلاقي الكلاب ديت بقت قوية جدا وذكية، وكانوا مستنيين ان هم ينفذوا اي امر يطلبوا منهم. وبعد كده بنشوف الاشرار بيتحركوا ناحية مبنى الحكومة الرئيسي في المدينة، ودوت كان نفس المبنى اللي العمدة موجود جواه. وفي نفس الوقت جاك ودان اتجادلوا مع بعض شوية، ولكن دان قال له يقرب بسرعة ويفك الحبل من ايده، ودوت علشان يقدروا يهربوا من المكان قبل فوات الاوان. وفي الوقت دوت كان بار سينستر وصل عند العمدة، وبره المبنى كانت الشرطة والصحفيين محاصرين المكان، وكل اللي بيحصل كان بيتنقل على شاشات الاخبار. وفي نفس الوقت كانت مولي وكلبتها بولي بيراقبوا في السر، وفضلوا ماشيين وراه لحد ما طلع فوق المبنى. وبره المبنى كان سوشاين حاسس باحباط، ودوت لانه فقد قوته وافتكر ان ما بقاش في اي حد قادر يساعده. ولكن جاك حاول يطمنه وقال له كلام مهم جدا، وهو انه بيحبه حتى لو ما عندوش اي قوه خارقه. وفي اللحظه ديت سوشاين شم ريحه غريبه في الهواء، وفجاه عرف الحقيقه اللي كانت مستخبيه طول الوقت، وهي ان في قنبله مزروعه جوه المبنى. وبالرغم من ان هو فقد كل قوته قرر يثق في غريزته، وجري بسرعه ناحيه المبنى عشان يلاقي القنبله قبل ما تنفجر. وجوه المبنى كان بار سينستر بيهدد العمده وطلب منه $1,000,000 مقابل ان هو يسيبه، وكمان طلب حريه كامله علشان يبني معمله الجديد. وفي نفس الوقت سوشاين دخل المبنى من خلال المواسير، ولكن وهو بيتحرك جواها رجله اتزحلقت فجاه ووقع من الماسوره فوق بالونه هوائيه كبيره، والبالونه فضلت تتدحرج على السلم، بس للاسف خبطت العمده وهي نازله في طريقها. وبعدها سوشاين خبط في بار سينستر، ودوت خلى كبسولات الحمض النووي تقع من جيبه. وبعد الخبطه ديت سوشاين فقد وعيه، وفي اللحظه ديت الكلاب الخارقه كانت هتهاجمه، ولكن فجاه واحده من الكبسولات اللي وقعت دخلت في بقه، وفجاه بنشوف طاقه جديده بتنتشر جوه جسم سوشاين، وفي لحظه رجعت له قوته الخارقه من تاني. واول حاجه عملها ان هو ضرب كلب من كلاب الشيبرد، وبعدها فضل يتفادى هجمات باقي الكلاب، بس ما بيكملش يقتلهم لانه كان لازم يوقف القنبله بسرعه. وفي نفس الوقت فوق اعلى نقطه في البرج كات بيكتشف ان مولي كانت موجوده هناك، فبيمسكها بسرعه وبيربطها في سور المبنى، وكان رابط معاها كلبتها بولي. اما تحت فبنشوف بار سينستر ورجالته مش قادرين ان هم يوقفوا اندر دوج، وعلشان كده بنشوفه بيعمل حاجه مجنونه، فبيقرر ان هو يبلع واحده من الكبسولات. وفي نفس الوقت سوشاين خبط بالغلط في عمود نور ووقع على الارض، واول ما قام جري على طول على بار سينستر، وبنشوف بار سينستر بيطلع السيف وبيهاجم سوشاين، ولكن سوشاين قدر انه يتفادى الضربه بسهوله. وبعدين مسك كوره ورماها بكل قوته ناحيه السيف، والكوره خبطت في السيف وكسرته. وبار سينستر بسرعه بيمسك دراع معدني وبيرميه عليه كسلاح، ولكن سوشاين مسك الدراع ولف بيه بكل قوته، واثناء اللفه خبط تمثال كبير كان قريب منه. وسوشاين بيبدا ان هو يبص حواليه وبيكتشف ان الكلاب الخارقه كانت محاصراه من كل ناحيه، ولكن بدل ما يدخل معاهم في قتال بيقرر ان هو يعمل حاجه اذكى، وبيبدا يتكلم معاهم وبيحاول ان هو يقنعهم، وقال لهم ان بار سينستر بيتحكم فيهم وبيعاملهم بطريقه وحشه. وبعد شويه الكلاب بدات تستوعب كلامه وتقتنع بيه فعلا، وفجاه قلبوا على بار سينستر وبداوا ان هم يهاجموه، وبكده منعوه من ان هو يكمل خطته. ولكن بار سينستر كان حاسس بحاله يأس، فبنشوف ان هو بيضغط على الزرار وبيشغل القنبله، وبنشوف على العداد اقل من دقيقتين على الانفجار. وسوشاين بيجري بسرعه بيروح لجاك وبيقول له يجيب له البدله الخارقه بسرعه،
وفي نفس الوقت العمدة قدر يهرب أخيرا من المبنى، وفي اللحظة ديت دان طلب الإذن إنه يتدخل، وفي نفس المكان تم ترقيته، ودان جري بسرعة ودخل المبنى وضرب بار سينستر بسهم مهدئ، وأخيرا قدر إن هو يقبض عليه، وبكده دان بقى ضابط شرطة والكل بدأ إن هو يحترمه. ولكن كان لسه في مشكلة كبيرة، وهي إن القنبلة كانت خلاص قربت تنفجر وما بقاش فاضل غير أقل من دقيقة. فأندر دوج بيطير بسرعة لفوق أعلى مبنى، وبنشوفه بينقذ مولي وبولي وبيفكهم من السور، وبعدها بيمسك القنبلة وبيطير بيها بأقصى سرعة وبياخدها لحد جنينة قريبة بعيدة عن الناس، وبعدين بيحفر حفرة ضخمة في الأرض وبيرمي القنبلة في الحفرة. ولما القنبلة بتنفجر سوشاين بيطير بسرعة علشان يهرب، وكان بيحاول يسبق الانفجار قبل ما يوصل له، وفي آخر لحظة قدر إن هو يخرج. وفي نفس اللحظة اللي الانفجار فيها وصل للسطح بنشوف إن قوة الانفجار ديت بترميه للسما لدرجة إن هو وصل للفضاء، وللحظة الكل افتكر إن الكلب البطل بتاعهم خلاص مات. ولكن لحسن حظه بيبدأ إن هو ينزل للأرض مرة تانية، وكان نازل زي نيزك ضخم وفي الآخر بيخبط في الأرض قريب من العاصمة. وبنشوف إن الخبطة بتعمل انفجار ضخم لفت انتباه كل الناس، وجاك بيجري بسرعة ناحية مكانه، وأول ما شاف سوشاين نايم من غير حركة افتكر إن هو مات. ولكن فجأة حصلت المعجزة لما سوشاين بيفتح عينه وكان لسه عايش، وكل الناس اللي حواليهم ابتدوا إن هم يحتفلوا. وفي نفس الوقت دان خد بار سينستر للسجن وبيبدأ إن هو يحبسه جنب كاد، وبار سينستر كان متضايق جدا وما كانش مصدق قد إيه هو حظه وحش. وبعد فترة أندر دوج بيودع بولي قبل ما يمشي، ورغم إنهم كانوا بيحبوا بعض هو عارف إن هو لازم يكمل في مهمته ويحمي المدينة، وبعدها بيطير علشان يكمل مهمته الجديدة. وبعد شوية سوشاين كان ماشي في الشارع وقابل نفس الكلاب اللي كانوا بيتنمروا عليه زمان، وكالعادة حاولوا إن هم يخوفوه، ولكن المرة دي كان مختلف لأن سوشاين بقى أندر دوج. وساعتها الكلاب وصل لهم الرسالة إن أندر دوج دلوقتي هو اللي بقى مسيطر. وبكده بيخلص الفيلم بتاعنا لسهرة النهاردة. كلمة بقى أخيرة ليك عزيزي المشاهد اللذيذ، إحنا فعلا بنتعب عشان نقدم لك الفيديوهات دي، فياريت ما تبخلش علينا باللايك والاشتراك الجميلين بتوعك، وما تنساش تكتب لنا حابب نتكلم عن فيلم إيه المرة اللي جاية. وبس كده ونشوفكم على خير، سلام.